مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة مستر فايبس، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من جلسات مستر فايبس والحسن بن عمران. هنتكلم النهاردة عن موضوع يهم كل شاب وكل شابة في مقتبل العمر. لو انت جديد في المتابعة معانا اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، ولو انت بتتابعنا بشكل دوري لايك وشير وشاركنا برأيك في التعليقات عن مضمون حلقتنا النهاردة. معايا اليوم كوتش الحسن بن عمران، معلم اللغة العربية ولايف كوتش ومدرب ومستشار نفسي في مجالات التربية والتعليم وسفير المشروع الوطني للقراءة. ندخل في موضوع الحلقة. عارف اللحظة اللي بتبقى فيها وسط ناس كتير بس جواك بيبقى فاضي، اللحظة اللي بتضحك فيها والكل يسمعك بس نفسك في حد يفهمك ويسمعك من جواك. في اللحظة دي بنسأل نفسنا السؤال اللي بنخاف نجاوبه: هل فعلا أنا لوحدي وهكمل الطريق لوحدي، ولا أنا مع ناس بس الأنس والشريك اللي محتاجه أو الوليف لسه مش لاقيه، لسه مش لاقي اللي يسمع صوت قلبي. النهاردة مش جايين نرغي في كلام مستهلك عن الجواز أو الحب، احنا جايين نفتح حوار حقيقي عن أعمق اختيار في حياتك، شريك الحياة الداعم. في مجتمع بيعلمنا نختار بالعقل ويخوفنا نحب من القلب، في وقت بنجري فيه ورا الشكل وننسى الجوهر. في وسط كل ده بنقف نسأل: هو اللي بيدعمني لازم يحبني؟ وهل ممكن اللي بيحبني ما يفهمنيش؟ جلسة النهاردة مش مجرد جلسة عادية، دي وقفة مع نفسك، تصحيح لمفاهيم فيها ضحك وتساؤل ممكن تحدث تغييرات جذرية في تفكيرك. تابع للنهاية علشان كل سؤال أقوى من السؤال اللي قبله، ولأنك مش لوحدك، احنا بنعيش نفس الحيرة ونفس التوهة ونفس الأمل. عشان كده سلطنا الضوء على العنوان لجلستنا النهاردة وطرحناه للحوار. جهز قلبك وعقلك وروحك عشان يمكن تلقى هنا اللي كان ناقصك. ندخل في أول سؤال بنوجهه لكوتش الحسن. في رأيك احنا كشباب بنفكر ازاي في موضوع اختيار شريك الحياة؟ هل فعلا بندور على حد بيدعمنا، ولا بنجري ورا الصورة والشكل وبنود أخرى؟ يا معتز، انت بادئ الحلقة بأسئلة قوية جدا. احنا كشباب بنفكر ازاي في اختيار شريك الحياة؟ طب واحنا اصلا بنفكر ولا احنا اللي بيحركنا المشاعر؟ وباختلاف طبعا يعني وعينا ونضجنا، في مننا اللي بتحركه الافكار، في مننا اللي بتحركه المشاعر، في مننا اللي بتحركه الذكريات، في مننا اللي بتحركه الغريزة فقط. في واحد ممكن يتشد لواحدة ويروح يتقدم لها عشان شكلها جذاب بالنسبة له، ودي أول يعني زيجات بتنتهي بعد الجواز بفترة بسيطة. انت بتشوف حالات طلاق بعد شهر وبعد شهرين خلاص يعني. طب هو احنا بنفكر ازاي؟ وخلينا هنا بقى نتكلم عن الشباب اللي هيسمعوا الحلقة، الشباب الواعي او اللي حابب يوصل لدرجة كبيرة من الوعي. واحنا بنفكر ازاي؟ الموضوع بيتوقف على المرحلة العمرية، وانا في العشرينات ولا في الثلاثينات. كل ما كان الامر بدري كل ما كانت المعايير اسهل ابسط. عايز احب واتحب، عايز واحدة تبقى جنبي وشريكة حياة ونعافر في الحياة سوا. كان في جملة جميلة قوي على ما أتذكر بتاعة دكتور أحمد خالد توفيق، إن الجواز عبارة عن اتنين قرروا إن هم يواجهوا مشاكل الحياة اللي ما كانتش هتتخلق لولا إنهم ارتبطوا ببعض. لما بنبدأ نوصل للثلاثينات بيبدأ يبقى الاختيار عندنا مختلف تماما. يعني لو بنتكلم بجد فاحنا بندور على واحدة تريحنا. عارف لما بيهزروا ويقولوا بتدور على واحدة تدهن لك فولترين؟ الراجل في مرحلة ما بيدور على الست المريحة
الست اللي اتسند عليها وتتسند عليا، مش اللي هنفرهد بعضنا. هل بندور على حد يدعمنا؟ اكيد، بس بندور اكتر على حد يريحنا، يساندنا. وخلاص بنوصل لمرحلة من النضج مش بالصورة، بالقلب، بالافكار، بالقيم المشتركة والتربية والنشأة اللي ممكن نكون قريبين من بعض. فيبقى المجهود المبذول مش كبير في ان احنا نساعد بعض ونكون قريبين من بعض. ايه الفرق بين شريك الحياة اللي بيحبك وشريك الحياة اللي فعلا بيدعمك؟ من المؤكد ان شريك الحياة اللي بيدعمني هو سواء بيحبني او بيحب ان هو يدعمني. في حد خلي بالك ممكن يكون بيدعمك مش بس عشان بيحبك، ممكن يكون ما يحبكش اصلا، بس هو بيحب العطاء، بيحب يساند. ممكن يكون جميل جدا فهو بيحب يساند، وممكن يكون سيء جدا فهو بيحب يساند عشان يجي بعد كده يقول لك انا السبب في اللي انت وصلت له. بس انا مش شايف ان كل حد بيحبني ممكن يدعمني. ممكن يكون بيحبني بس هو مش عارف يدعمني ازاي، ممكن يكون بيحبني بس مش عارف يعبر عن حبه ازاي، او بيعبر عن الحب باللغة بتاعته. يعني افتكر في جلسة من الجلسات بنت كانت مشكلتها الكبيرة مع خاطبها ان لغة الحب بتاعتها، انت عارف طبعا لغة الحب الخمسة، واي حد بيسمع البودكاست معانا يعني غالبا هيكون عارف ايه لغة الحب الخمسة. فهي لغة الحب عندها الخدمات. انا هعمل لك احلى حلة محشي واحلى ورق عنب وبط ووز، بس هو عايز كلام. هو عايزها تبعت له وحشتني يا حبيب قلبي يا احسن راجل في المجرة جوه وبره. وهي عايزة تعمل اكل، هي عايزة تروق البيت وانت جاي عشان تيجي ترتاح. في حين ان هي محتاجة منه هدايا، بس هو لغة الحب لما هيجي يعبر هتكون بالتلامس. فلا، في يعني حاجة من اتنين، احنا قدام حاجة من اتنين، يعني نشوف حد لغة الحب بتاعته شبهنا، يا اما يعني نصارح بعض، نتكلم بصدق مع بعض. انا محتاج كذا، انا محتاج منك كلام حلو، انا محتاج منك تشجعيني وتدعميني، انا مش محتاج محشي. يعني هو اكيد انا محتاج محشي لكن في حاجة بالنسبة لي هي الأولوية. فمهم قوي ان احنا نصارح بعض ونقول، يمكن الطرف التاني لما يعرف ان انا بحب اللغة دي يبدأ يساعدني فيها. طيب ايه رأيك يا كوتش في فكرة الفرق في السن؟ هل العرف المجتمعي في ان سن الراجل يبقى اكتر من سن الست ده عملي، ولا ممكن تكون هي الاكبر سنا ويكون الجواز ناجح؟ طيب انا هقول لك كلام العلم بيقول ايه، وبعد كده هقول لك رأيي الشخصي واللي طالع من جلسات ومن خبرات في موضوع السن. العلم والدراسات بتقول ان مهم الراجل يكون اكبر في العمر العقلي، بمعنى احنا ممكن نكون قد بعض. انا مثلا عندي 25 سنة وهي عندها 25 سنة، بس انا في السوق من بدري وفي الشارع من بدري، فانا راجل بالغ عاقل عندي 35 سنة في دماغي، فبالتالي انا عارف احتوي الدنيا. احنا بنشوف شاب عنده 21 22 سنة راجل مسؤول وشايل بيت، ونشوف واحد شحط عنده 40 سنة ومش عارف يشيل مسؤولية، لسه مستني بابا يقول له، لسه مستني ماما تعمل له وتخلص له. وبنشوف البنات بتعاني بعد الجواز، ده حاجة 30 سنة مش عارف يشيل المسؤولية. انا اصغر منه عمرا، انا اصغر منه بسنين، وانا اللي بقول له يتصرف ازاي ويعمل ايه. فهو الفكرة مش في العمر اللي في البطاقة قد ما هو العمر العقلي. بالمناسبة ممكن هو يكون اصغر سنا في البطاقة، بس هو اللي بيعرف ازاي يحتويها ويحرك الدنيا
فده رأي العلم والدراسات. رأيي أنا الشخصي إن لازم أكون أنا الكبير. مش بس كبير في العمر العقلي والنضج، كمان كبير في السن. كتير بسأل الرجال اللي بيجوا لي في جلسات، وطبعا هم عددهم قليل جدا، يعني انت مقابل كل 9 بنات او ستات بتجي لك في جلسات بيجي لك راجل. فلما بيكون متجوز وخلاص فعلا بجد والله معتز، في ستات بتعمل حاجات بتخليك انت اللي عايز تقول للراجل يا عم بص عايز تقول له ايدها، فاهم؟ في حاجات بتطلع من الستات زي ما في حاجات بتطلع غريبة من الرجالة. الست مثلا في وقت عصبية تقلل من الراجل، تقول له انا مش شايفاك راجل، انت مش مالي عيني. دي حاجات بتكسر الراجل خلاص، مهما هو عدى ومهما هو سامح بس هو برضه لسه مكسور. فبقول له هي دي لو بنتك مش مراتك هتعمل ايه؟ فبيسامح على طول. ركز كده في الكلمة دي لو بنتك مش مراتك. فالبنت او الست لما بتكون اصغر من الراجل سنا بفرق برضه، بنتكلم في 7 سنين و10 سنين، هو بيشوفها اكتر بنته ما هي مراته. وخد بالك برضه بنحط حدود في الموضوع ده، يعني انا بتكلم في 7-10 سنين، ما يكونش هو عنده 40 سنة. احنا بنشوف في الجروبات بتاعت الفيسبوك انا عندي 40 سنة ومتقدم لواحدة عندها 22 سنة وشايفيني كبير عليها. يا باشا يعني لو انت دماغك مش واعية ومش ناضجة اللي انت بتتكلم فيه، فرق ال 18 سنة وال 17 سنة. انا بلاقي بنوتة في ثانوي جايه لي بتقول لي يا مستر انا متقدم لي واحد عنده حاجة يعني في اواخر الثلاثينات او في اول الاربعينات، واهلي موافقين عشان هو راجل جاهز وبتاع، وهي لسه البنوتة في ثانوي، فاهمني؟ او لسه في اولى كلية. فالفكرة ان احنا بنبص كمان 10 سنين دي هتبقى أنثى مكتملة الأنوثة، بنوتة عندها يعني في اللحظات اللي هي بقى فيها أنا حاسة بنفسي. وهو لو ما كانش شخص يعني كريستيانو رونالدو في نفسه، محافظ على صحته ومهتم بأكله ونومه وكده، الدنيا هتبوظ. انت فاهمني؟ فلا يعني برضو في حدود لموضوع ان هو يكون اكبر، لكن انا بشوف مهم الراجل يكون اكبر عشان يعرف يشوفها بنته. فهيعدي كتير، لان يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مواقفه مع زوجاته، كلنا عارفين موقفه مع السيدة عائشة لما كسرت الطبق، غارت امكم، تمام يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس الناضجة الواعية اللي احنا ممكن نكتسب من خبراتها في الزواج تقول لك خد الست على قد عقلها عشان انت راجل ناضج وواعي، فاهمني؟ فنقطة الفرق العمري في الأساس إن هو يكون أكبر في النضج، واعي وناضج. ويا سلام لو في البطاقة كمان. عظيم. طيب السواد الأعظم من المجتمع بيبص على السن دايما للبنت وقت الجواز. يعني بعض الشباب بيفكر في فكرة خدها صغيرة وربيها، أو خدها صغيرة علشان تقدر تخلف وما تعجزش بسرعة وتشيلك أطول فترة ممكنة. إيه رأيك يا كوتش في النقطة دي؟ يا الله، الجملة اللي انت قلتها دلوقتي جملة يعني بص عارف بتخليني، انت شايف رياكشن وشي دلوقتي يعني فاهم يعني لما بسمعها من حد ببقى عايز اقوم اخبطه بحاجة، فاهم؟ خدها صغيرة وربيها على ايديك. طب انت ما تربيتش هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني هنظلم البنت معانا ليه؟ انت ما لقيتش حد يربيك، هنظلم البنت معانا ليه؟ في فترة كده كان في موضة طالعة ان الشاب يكون لسه متخرج من الجامعة وياخد بنت مثلا في اولى ثانوي او في ثالثه اعدادي، والله ده بجد، هو لسه متخرج او متخرج بقاله كام سنه، ويقول لك عشان اجهزها اربيها على دماغي فتريحني. تمام والله يا فندم، هي ممكن على فكره في علاقات تنجح كده، احنا ما بنشوفش كل حاجه، ما بنشوفش كل التفاصيل، في علاقات ممكن تنجح كده، بس المبدأ بالنسبه لنا كحسن عمران انت بتاخد رايي لا مرفوض تماما. تمام والله انا ما اضمنش انت اتربيت ولا لا عشان تربيها على دماغك، بلس ان انت كده عايزها نسخة على مزاجك،
مش عايزها هي تبقى نسخة زي ما هي عايزة. فاهمني؟ ولو جيت تسأل مثلا واحد وتقوله طب انت ترضى نفس المبدأ ده لأختك مثلا، هتلاقيه رفض على طول. وبرضه نقطة إن المجتمع دايما بيهاجم لو أنت جيت تاخد بنوتة ممكن تكون سنها كبر، فيقول لك لا خد واحدة أصغر وبتاع. بس هي الفكرة في حاجة، أنا اللي هتجوز مش المجتمع. تمام؟ يقول لك أصل العلم بيقول لك ولما سنها يا عم الله أعلم، يمكن نتجوز وأنا اللي أموت بسرعة، يكون في مشكلة من عندي. فسيبك من نقطة السن، المهم ان الانسان اللي معايا احنا عقليا طبعا رقم واحد في قبول شكلي، في قبول في الروح كده، انا حاسسها وهي انا حاساها والله يا جماعة. فنقعد نتكلم بقى نشوف كده دماغنا هتريحنا ولا لا. ايا كان السن، دي الانسانة اللي انت يعني احنا برضه عايزين نحط حدود في الكلام بتاعي. لو احنا قاعدين مع بعضينا بندردش سوا انا هاخد راحتي خالص، بس دي الست اللي انت قدامها وهي قدامك. انتوا هتتعرفوا كل حاجة شعوريا وذاكرة، كل حاجة يا باشا هتكون انتوا الاتنين مع بعض. يعني انا كل نقاط ضعفي هكشفها لها، هي كل نقاط ضعفها وخوفها وذكرياتها المنيلة ب60 نيلة هتكشفها لي. تمام؟ طبعا النقطة دي فيها تفاصيل كتير في عقلية برضو الراجل الشرقي. يعني أنا هشوف وإحنا ماشيين في الحلقة كده الموضوع ده هيجيبنا ولا لأ. في حاجة ممكن البنت أنا صريحة وعايزة أعبر له وأحكي له وأقول له والله وعلى حسب اللي معاكي. يعني في راجل يبقى معاكي أقول لك احكي، لأن كان دكتور عماد رشاد عثمان بيقول حاجة جميلة أوي، إن أنت عشان يتم التعافي تماما عندك، التعافي ده بيتم من خلال علاقة حب، علاقة حب شافية. ومفيش علاقة حب أعظم من الزواج. يعني يا بخت البنت اللي اتجوزت راجل ناضج يسمعها ويحتويها ويغطيها نفسيا مش جسديا. ويا بخت الراجل اللي معاه بنت ناضجة واعية تعرف تحتويه وتعرف تبقى السكن والسكينة بالنسبة له. فدي نعمة. لو انت بقى لسه بتستكشفي الراجل اللي معاكي، اوعي تغامري وتقولي له ده انا جوايا وبرايا وتكشفي اوراقك. ده صعب قوي، ممكن يعني النقطة دي تبقى نقطة ندم في حياتك. وانت كمان يعني بص، احنا بقى كرجاله خلينا متفقين ان الست تقول لك احكي لي وانا هنسى وكاني ما سمعتش حاجه، ده فخ يا نجم. اوعى تدخل برجليك، ده فخ. الستات ما بتنساش. هتعيشوا 10 سنين سعادة وعمرك ما هتزعلك حاجة. ومع أول موقف، فاكر أول يوم اتجوزنا لما قلتلي عن عارف الترند بتاع ما تكلمتنيش عن فريدة؟ عارف الترند ده؟ هي فريدة عاملة ايه؟ هتجيبك والله، هتجيب لك من 10 سنين انت عملت ايه وقلت ايه وانت اصلا ناسي مين فريدة. هل فكرة أنا مش مستعد للعلاقة دلوقتي بتبقى نابعة من وعي ولا من خوف، ولا السكينة فعلا بتكون سرقانة؟ يا الله، سؤالك قوي قوي يا معتز. انا مش مستعد للعلاقة دلوقتي، نبع من وعي ولا من خوف ولا السكينة سرقانة؟ لو يعني طبعا اللي انا هقوله ده مش دراسة، يعني انا هرتجل دلوقتي وهقول ان ممكن تكون نسبة 10% مننا وعي ان انا فعلا مش جاهز. بس السؤال بقى، هتجهز امتى؟ هتستعد امتى يا نجم؟ يعني انا اتفهم جدا انك تقول انك مش جاهز لو انت لسه طالع من علاقة، فمش هينفع تدخل علاقة تانية لان انت فعلا لسه مش جاهز. وحرام تظلم البنت اللي معاك دي عشان ما تكونش علاقة احتياطي جاية عشان تتعافى بيها من علاقة ماضية.
لكن في مننا يا معتز اللي بيبقى شايف ان هو ناضج وواعي بانه عايز يستعد نفسيا، سيبك من الاستعدادات الماديه، لان ربنا بيوسع على الانسان مجرد ما بياخد الخطوه وبنشوف معجزات. لكن الاستعدادات النفسيه يقول لك انا عايز يعني اجهز نفسي واكون انسان قادر على اني اتحمل المسؤوليه، وبعد كده اروح اتقدم للبنت اللي انا بحبها او البنت اللي هتظهر واحبها. هتجهز امتى يعني؟ اعرف ناس بقى لها 10 سنين بتجهز ولسه ما جهزتش. فانت ناوي تجهز امتى؟ خوف، اكيد خوف من حاجتين: خوف من المسؤوليه، وده واحد لسه يعني ما ترباش، ربنا يسامح والدته ان هي ما شايلتوش مسؤوليه. وخوف من حاجه تانية بقى يا معتز، ودي اغلبنا بقى، يعني لو قلنا 10% وقع و50% خوف من المسؤوليه، في 40% خوف من النقطه اللي جايه دي. خوف تفوتني فرصه احلى. لو الموضوع مش عن حب، صالونات مثلا، فانا شفت بنت ما شاء الله انا طالب 10 حاجات هي فيها 9، فال9 حلوين، بس انا ممكن استنى شويه وتيجي واحده فيها ال10. فاهمني؟ البنات، والله بص انا جايلي عريس ما شاء الله، يعني مركز وعربيه وشقه وبتاع، بس مش باد بوي كده في نفسه، انا عايزاه برضه يعني واد بيخربش كده. فاستنى لما يجي اللي بيخربش، او تلاقي واحده جايه بتسالك انا متقدم لي 2 وانا محتاره ما بين ده وما بين ده. انا على طول لو انت محتاره ما بين الاثنين، انا على طول لو انت محتار ما بين بنوتين، مش هينفع الاثنين. اللي هيجي يا باشا يخطفك ده ما بيتقارنش بحد. وطبعا انا بتكلم عن حد يجي يخطف روحك، وحد كويس وحد ناضج، مش حد توكسيك، عشان التوكسيك دول بيخطفونا كلنا. لا، دي قصة الخوف، دي قصة كبيرة، اللي عايزة لها حلقة، مش هنعمل كده أكيد، بس يعني الموضوع كبير فعلا. طيب، هل بتحس انك تستحق تكون مع حد بيحبك ويدعمك من قلبه، ولا احيانا بيبقى في صوت جوانا بيقول لنا انا مش كفاية، فبالتالي ما استحقش ان حد يحبني او يدعمني؟ وبعدين معاك يا معتز، انت اسئلتك بتعور، خلي بالك. لا بجد والله اسئلتك بتعور. بص، كل واحد فينا حصل له حاجة من اتنين: يا اما كان طالع في بيئة مش مخليه حاسس ان هو كفاية، يا اما كان حاسس ان هو جميل والله وكفايه وسمسم وجميل خالص، لحد ما ظهر في حياته حد مؤذي حسسه انه مش كفايه. فوانت بتقول لي انا استاهل اكون مع حد بيحبني ويدعمني من قلبه، كل واحد فينا يستاهلها، وكل واحد فينا ربنا خلق له الشخص اللي هيكمل النقص اللي جواه. بس احنا بنبقى ما بين نقطتين: النقطة الأولى إن أنا عايز الحد ده كامل وده مش موجود. النقطة التانية إن أنا راسم لنفسي صورة مش واقعية، مش حقيقية، صورة أفلام تركي، صورة روايات رومانسية. فأنا محتاج أكون صادق مع نفسي. هو أنا بجد اللي أنا حاطه في تصوري والشخصية اللي أنا راسمها معايا هي تنفع تبقى حقيقية؟ فابدأ أدعي بده وأكثف الدعاء وأنا عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بالشخص المناسب، ولا أنا محتاج أقعد مع حد متخصص أراجع شوية الصفات والأولويات اللي أنا محتاجها، بحيث لما ألاقيها في شخص أديله الفرصة. وبرضه محتاج برضه أبص على نفسي، يعني هل أنا النقاط اللي عندي، نقاط القوة ونقاط الضعف اللي ممكن أقدمها في العلاقة للشريك التاني، هل في حاجة أنا محتاج أظبطها في نفسي، أكون شجاع كفاية أصارح نفسي بده؟ قصة كبيرة وطويلة، وكان لازم الحلقة دي فعلا أو الموضوع ده فعلا يتقسم على حلقتين. حقيقي يا كوتش الحسن، الحلقة والموضوع دسم ولازم نفرد له جزء تاني. بنوصل هنا لآخر الجزء الأول من حلقتنا، شريك الحياة الداعم.
لو سمعت الجلسة لحد هنا فأنت مش شخص عادي، أنت شخص بيدور بجد، بيدور على معنى مش مجرد علاقة. يمكن شريك الحياة الحقيقي مش دايما بيجي في شكل توقعاتنا الوردية ولا بصوت موسيقى رومانسية، ساعات بيجي في صورة إنسان بيسمعك قبل ما تتكلم، بيضمك من غير ما تمد إيدك أو تمد إيديه، بيصدقك لما أنت نفسك بتشك في نفسك. وصدقني مش لازم تكون جاهز 100% عشان تلقاه، بس لازم تكون صادق مع نفسك 100% عشان تستحقه. ما تقولش أنا مش كفاية، لأن اللي هيحبك صح هيشوف فيك الكفاية قبل ما أنت تشوفها. مستنيك في الجزء الثاني من حلقة شريك الحياة الداعم مع كوتش الحسن بن عمران، نكمل حوارنا ونفتح قلوبنا أكتر. معادنا الأربع من الأسبوع الجاي. دي كانت جلسة مستر فايبس والحسن بن عمران، واحنا هنا دايما مش علشان نقولك تعمل ايه، احنا هنا علشان نحس معاك اللي انت مش قادر تعبر عنه. سلام بس مش وداع، دي مجرد محطة والرحلة لسه مكملة. ألقاكم في حلقات جديدة. كان معاكم مستر فايبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.